من غير ما نعجن ولا نتعب خالص ولا نستنى ان العجين يختمر. هنعمل اجمل واحلى فطاير زي ما احنا شايفين، مقرمشه جدا جدا من بره وطريه جدا من جوه. احنا هنجيب دلوقتي الجبنه القريش وحطينا فيها 2 من البيضه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الخل، وكمان حوالي 4 أو 5 معالق من كريمه الطهي. كريمه الطهي دي انا مش بشتريها، بعملها في البيت. وجبنا جلاش وحطينا في اول ورقه من الجلاش الزبده، وبعد كده تاني ورقه برضو حطينا زبده، وبعد كده قطعناه زي ما احنا شفنا، وجبنا من الخليط وبنحط وبنقفل زي ما احنا شايفين دلوقتي. وهنعمل واحد تاني علشان نشوف بيتعمل ازاي. حطينا الزبده في الجلاش، وبعد كده حطينا الزبده في الورقه التانية، وبعد كده بنقطعه زي ما احنا شايفين، وبنحط دلوقتي الجبنه. بنحط مرتين جبنه، وبعد كده خلاص اخر مره مش بنحط. وجبنا صفاره البيضه فيها معلقه خل، وبعد كده عملنا الصفار كله في البيض، واخر حاجه حطيناه في الفرن. وبكده خلصت وصفتنا. يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه.